ورجعنا لكم مرة تانية في ملخص جديد، بس المرة دي هيفاجئك الملخص بيقولك تفتكر لما انت اتولدت ايه الفيلم اللي كان موجود في السينما ساعتها. وهنبدأ بأول سنة معانا وهي سنة الألفينات. في سنة 2000 بالظبط الفيلم اللي كان منتشر في السينمات ساعتها هو فيلم شورت وفانيلا وكاب من بطولة أحمد السقا ونور طبعا، وده كان فيلم ملزق جدا كلنا تابعناه من واحنا صغيرين. والفيلم التاني معانا وهو سنة 2001. يا ترى مين معانا مولود في سنة 2001؟ الفيلم اللي في سنة 2001 هو فيلم جاءنا البيان التالي، هو معانا في المركز الثالث وسنة 2003. وفيلم برضو من بطولة محمد هنيدي هو صاحب صاحبه. ولعشاق الإسفاف الفيلمين الجايين عشانكم، لا التلات أفلام الحقيقة. الفيلم اللي معانا هو فيلم حرامية في تايلاند، من أشهر أفلام الإسفاف اللي معانا. والفيلم اللي بعده الصراحة فيلم إسفاف شوية، وهو فيلم صايع بحر، بس كان من أكتر الأفلام المحببة لقلبي وأنا صغيرة جدا. والفيلم اللي بعده إسفاف أكتر من اللي قبله واللي قبله، وهو سيد العاطفي. وبرضه كنا أطفال وبنحب جدا التفاهات دي. ونرجع تاني للكوميديا ولمحمد هنيدي في فيلم وش إجرام، أمك ولا رحاب يا طه. وفي سنة 2007 كان معانا فيلم من أكتر الأفلام المشهورة في الألفينات عموما، وهو فيلم كده رضا، واللي مظنش حد من اللي بيتابع الفيديو ده ما بيحبوش. وبعده الفيلم برضه من بطولة أحمد حلمي، وهو فيلم آسف على الإزعاج، اللي كلنا كنا مش فاهمين قصته لغاية وقت قريب، أو يمكن في ناس كتير مش فاهمة قصته لحد دلوقتي. وفي سنة 2009 وهنرجع للإسفاف تاني هو فيلم عمر وسلمى الجزء التاني. أما بقى سنة 2010 واللي مولود في سنة 2010 عنده دلوقتي تقريبا 14 سنة، بس المولودين في السنة دي مميزين لأن الفيلم بتاعهم كان مميز زيهم، هو فيلم سمير وشهير وبهير. مين فينا ما بيحبش سمير وشهير وبهير يا جماعة؟ أما في سنة 2011 كان معانا فيلم إكس لارج من بطولة أحمد حلمي، وكان فيلم جميل وفيه وعظة وكل الكلام الجميل ده. وفي سنة 2012 أكتر فيلم الأمهات بتعشقه وبتخلينا ما نروحش البحر بسببه، وهو فيلم المركب. أما بقى في سنة 2013 معنا فيلم فتاة المصنع النكد، اللي مش مفهوم نهايته وإيه اللي حصل فيها، ومش مفهوم الصراحة هي عملت كده ليه في الآخر، واللي اتفرج على الفيلم ده هيعرف أنا بتكلم على إيه. أما في سنة 2014 وهنرجع تاني لأبطال سمير وشهير وبهير، وهم بيمثلوا تاني في الحرب العالمية الثالثة سوا، وكان فيلم الصراحة مش بجودة سمير وشهير وبهير، بس كان إلى حد ما فيلم لطيف. أما في سنة 2015 ومعانا قنبلة من قنابل الإسفاف، تامر حسني في بطولة أهواك، فيلم مش مفهوم وفيلم يعني ها ما علينا. وفي سنة 2015 معنا قصة حب مديح البلبوسي وتباهي، قصة حب جميلة ورائعة ومحدش يقدر يقول عليها كلمة، في فيلم حملة فريزر. وفي سنة 2017 جالنا فيلم غريب اسمه أطول من قصته، وهو اسمه عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة. وفي سنة 2018 معنا فيلم من بطولة آسر ياسين وهو فيلم تراب الماس، وكان فيلم ما إلى حد ما قصته لطيفة، بس في نفس الوقت كان قصة انتقام وحاجات فيها حاجات غريبة كده. ما علينا، ندخل على 2019 ومعنا فيلم قصة حب اللي معرفش لغاية دلوقتي أبطاله متجوزوش ليه، الاتنين اتطلقوا بس ادينا مستنيين الشرارة، وانا بنبئكم من دلوقتي يعني اني في الغالب هيرتبطوا الاتنين دول ليه معرفش. واخر فيلم معانا هو فيلم حامل اللقب اللي كان معمول في سنة 2020 سنة الكورونا. الفيلم غريب وقصته أعجب منه، هو فيلم إلى حد ما لو أنت تحب إنك تتفرج على فيلم رايق وفي نفس الوقت يضحكك شوية هيعجبك جدا الفيلم ده. وما اظنش ان حد من متابعين الصفحة مولود في سنة 2020، فهنوقف لحد كده لاني اكيد مش هكمل 21 و22 لغاية 24. اكيد اللي اتولدوا في الوقت دوت ما عندهمش وقت ان هم يتابعوا القناة عندنا. فقول لي انت اتولدت في سنة كام، وقول لي الفيلم اللي انت اتولدته كان موجود في السينما ساعتها اسمه ايه. ولو في اي فيلم تاني اتولدت وكان موجود في نفس الوقت او كان انتاج السنة اللي انت اتولدت فيها قولي عليه برضو في الكومنتات تحت. وعملوا لي لايك وسبسكرايب وشجعوني شوية عشان ارجع للقناة تاني.